مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من نادي العاصمه. الشباب 60% من مصر، ودي حاجه احنا بنعتبرها نعمه كبيره جدا. بس طول عمرنا في السنين الطويله اللي فاتت، يعني نقدر نقول من 30 40 سنه كده، كان الشباب بالنسبه لنا احنا دايما متخوفين منهم ان هم يمسكوا قياده. وعلشان كده كانت القيادات كلها سنها كبير، لانه خلاص دول ناس متعلمين كويس واحنا مطمنين عليهم وخبره كبيره جدا فبيعرفوا ياخدوا قرارات. وكان دايما لما نيجي نقول لا عايزين الشباب ياخدوا قيادات، الحقيقه كان نرجع مليون خطوه لورا، انه في تخوفات من قله الخبره وقله المعرفه، وان هم مش مؤهلين ان هم يكونوا بياخدوا قرارات. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما. من 2014 في اهتمام كبير جدا بالشباب، وابتدينا نشوف ان الشباب بيتعمل لهم مؤتمرات عظيمه بيحصل فيها محاكاه لعدد كبير من المؤتمرات وغيره. ازاي بقى الخطوات القادمة انه ابتدت المنظمات سواء حكومية وهادفة للربح او حتى منظمات غير هادفة للربح تشتغل في انه يعملوا مبادرات يشجعوا بيها الشباب انه يستعدوا لسوق العمل. استعداد لسوق العمل مش بس شهادة وتعليم، استعداد لسوق العمل حاجات كتير جدا جدا جدا، منها واهمها على فكرة الخبرة في التعامل، ان ازاي اتعامل مع ناس، ازاي اتعامل في الازمات، ازاي اتعامل في موقف صعب، ازاي اخد قرار سريع، ازاي اتعرف اعمل اشتغل في مجموعات كبيره، ازاي نبقى زي ما بيقولوا كده ورك شوب ونطلع بافكار كويسه. دي كلها امور لازم الشباب يبقى مؤهل ليها كويس جدا. بيحصل ده ازاي؟ من خلال زي ما قلنا مبادرات كتير، من ضمنها مبادره يلا نبتدي هنتكلم عليها النهارده. والحقيقه انه مبادره مهمه قوي اللي هتقدمها لنا النهارده او هتكلمنا عنها دكتوره صباح الحكيم، وهي استاذه الاعلام جامعه اكتوبر. وهي اخترناها النهارده انها او تم اختيارها لنادي نوايا الحسن الامم المتحده سفيره نوايا الحسن عن جمهوريه مصر العربيه في 2016، كاتبه وصحفيه، وكمان الاهم انها عندها خبره كبيره جدا في تاهيل الشباب لسوق العمل. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اهلا منورانا بحضرتك. دكتوره ميرسي صباح. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يعني. خلينا نطلع لفاصل كده ونبتدي بقى تحكي لنا الحكايه كده من اولها. اوكي نبتدي مع بعض كده في ماشي. يلا نبتدي. يلا اهلا بيكي، اتفضل. اهلا بحضرتك.